ايه ده؟ شايفين الفيديوهات دي؟ اي ولا زي عم شتت وصل القاهرة. المفروض ان الفيديوهات دي بتاعت فطير عم شلتت اللي عامل ضجه كبيره على السوشيال ميديا بسبب الفرع اللي فتحه في القاهره، فانا النهارده جيت علشان ناخد الاكل بتاعه ونجربه. المفروض ان احنا دلوقتي طالبين الساعه 2 ودقيقه بالظبط صباحا، فهنستنى ونشوف الاوردر هيجي لنا الساعه كام. المفروض ان الاوردر وصلنا دلوقتي والساعه دلوقتي غالبا 2:27 دقيقة أو 2:30، يعني الأوردر فضل حوالي نص ساعة. فهناخد الأوردر ده بقى ونروح نجربه في البيت علشان نشوف هل عم شلتت يستاهل الضجة اللي معمولة عليه ولا ما يستاهلش. يلا بينا. مبدئيا دول فطيرتين، المفروض يعني انهم فطيرتين، ودي محتويات الكيس هنشوفها كمان شوية. فطيرة منهم مشكل جبن، المفروض يعني نشوف دي ايه انهي فيهم. المفروض دي مشكل جبن، دي الفطيرة اللي اعتقد يعني انها مشكل جبن، والفطيرة التانية ودي الفطيرة التانية. الفطيرتين جنب بعض اهم. طبعا لسه ما دقتهمش فهدوقهم. مبدئيا كده ريحة الفطير هب عليا، فدي بشرة المفروض تكون كويسة. الاتنين يعتبروا وسط، والواحدة منهم عاملة حوالي 180 جنيه. بسم الله. المفروض يعني ان السلايس مليانة زي ما انت شايف كده. عايز اقول نقطة بس قبل ما ادوق، المفروض ان انا كنت عايز اكل، فقلت طب بما اني هشتري طب ما اقول لكم رأيي، ندوق مع بعض. مش عايز اصدمكم واقول لكم ان الفطيرة عادية جدا، مفيش طعم سمنة بلدي زي ما بيقولوا، وانا هنا مش بقطع ارزاق، يعني انا بقول رأيي في اكل كنت جايبه علشان اتعشى. الفطيرتين شبه بعض لدرجة ان انا تهت، ما بقتش عارف انهي المشكل جبن وانهي الكيري، لان في واحدة مشكل جبن وواحدة كيري، فالاتنين زي بعض. الاتنين حاطين فيهم طماطم وفلفل ومعرفش ده ليه، يعني ليه الطماطم والفلفل في الموضوع. الاتنين شبه بعض، يعني انا ممكن اجيب لكم سلايسين، سلايس من دي وسلايس من دي، انت نفسك مش هتقدر تفرق ما بينهم. يمكن في الحجم دي اسمك شويه، بص معرفش هتظهر عندكم ولا لا. ودي يعني من جوه تحس ان الحشو واحد، الحشو هي دي والطعم واحد، يعني حتى لو الشكل مش واحد الطعم واحد. اكمل بس ادوق دي. ايه ده؟ دي تقريبا سجق. انا طالب اوردر مشكل جبن واوردر كيري، بعت لي حاجه فيها سجق ليه؟ انا مش فاهم بصراحه، يعني بتوجبوا معايا. دي اول حاجه. تاني حاجه اللي مش عارفها هي ايه، لان انا اتلخبطت ما بين الاتنين اصلا، واعتقد ان دي المشكل. كطعم رايي انه حلو، مش واو ومش وحش، ولكن بقى كسعر او كقيمه مقابل سعر على الضجه اللي معموله دي، الاتنين دول الواحده ب 180 جنيه. ان انا عشان اجيب فطيره زي دي او اجيب فطيرتين زي دول ب 360 جنيه، لا يعني السعر محتاج تفكير شويه، خصوصا ان انا حاسس ان مفيش فرق ما بينهم هما الاتنين. فالطعم انا شايف ان الطعم كويس، مش واو زي ما انا توقعت ولكن حلو يعني يتاكل. انما كسعر لا، انا شايف ان فطيره زي دي كتير عليها قوي، 180 جنيه كتير قوي. كمان طعم السمنه البلدي اللي هم بيقولوا حاطينه في كل حاجه، لا ده مش موجود اطلاقا. يعني انا شامم ريحه سمنه بلدي بس انا مش ضايقها، مش في التست. ليا تعليقين. التعليق الاولاني على الحجم اللي هو الوسط ب 180 جنيه، لا ما يستاهلش 180 جنيه ده من وجهه نظري. تاني حاجه السجق ده جاي لي مع اعتقد الكيري، وانا ما طلبتش ده، ما اعرفش ليه بتجودوا من عندكم. في الاخر دي اراء واذواق، ربنا يرزقه، وان شاء الله يعني بعد ما يشوف الفيديو ده يحاول يفكر في سعر الفطيره انه 180 جنيه كتير قوي على فطيره بالحجم ده، في حين ان انا ممكن اخدها من اي مكان تاني، خصوصا ان السمنه البلدي مش واضحه اساسا، ممكن اخدها من اي مكان تاني باقل من كده بكتير او باقل من كده بشويه. بس كده.